اختتمت فعاليات المخيم الصيفي من إرث الماضي لمستقبل مستدام الذي تنظمه مؤسسة وطن الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الذي استمر لمدة 3 أسابيع بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف الأعمار. أعتقد أن المخيم اليوم مهم جدا أن نحن نستمر في هذه العملية، لأن نحن ياسين نرسخ نقاط أساسية ومهمة جدا في هذا الشيء. المخيم اليوم خلينا نقول كان الإقبال كبير. أول شيء اضطرينا نحن نقبل 400 على منطقتين، دير وبرد بي، البرشا والورقة. أيضا يمكن هناك كان تجربة، خلينا نقول 30 ورشة عمل اشتغلنا على تطوير مهاراتهم وخلنا كوادرهم الفنية يعني خاصة، والإبداعية اللي كانت عندهم. يعني بصراحة كان في أشياء إبداعية شفناها من الطلبة. أضافة إلى هذا كانت هناك تقريبا 10 زيارات ميدانية لمواقع، وهي أيضا جانب خلنا نقول تعليمي ترفيهي. إن نحن نبغى نطلع من إطار المدرسة وهم توهم طالعين من المدرسة، فأنت تبغي توصل لهم المعلومة بطريقة تعليمية ترفيهية. لهذا نحن أغلب الشغل كان خلنا نقول عملي، لأن من تجربتنا نحن الجيل خلنا نقول عيالنا الصغار هذول بحاجة إلى نوع من الانتراكتيف، نوع من التفاعل عشان توصل المعلومة لهم. تضمنت فعاليات المخيم أكثر من 20 نشاطاً تنوعت ما بين زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية وزيارات علمية وترفيهية، وكذلك أنشطة رياضية وورش تدريبية ومهارية. استمتعنا في المخيم الصيفي الجميل، واستمتعنا أيضاً في الرحلات والأنشطة اللي سويناها وفي الرياضات، وأتمنى يعودون كل صيف. استمتعت في الصيف، ويا ريت أيام المدارس في العصر نيو ونلعب ونتعرف على أصدقاء جدد ونلعب وياهم ونسوي وياهم كل شيء، واستمتعت أنا بالرحلات. المخيم القادم بيكون أيضا في الشتاء في الفترة الاستراحة. نحن نفكر إن شاء الله بيكون مخيم أكثر انتراكتيف، ليس في الفصول لكن بيكون مخيم خلينا نقول ميداني. في السابق سويناها التجربة وكانت ناجحة، وفكر يكون المخيم أيضا ليس فقط للأبناء، ولكن مخيم تفاعل بين الأب والأم، بين الأب والابن، الأم والبنت. أيضا هذا بيساعد على توطيد العلاقة، التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي بينهم. يذكر أن مخيم وطن الإمارات الصيفي ركز على تعزيز مهارات الشباب الإماراتي وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، وتنشئة جيل يستند إلى إرث الماضي لتشكيل معالم المستقبل.